هي كانت جزيرة لحد سنة 1902 ما كانش في حد عليها، ما كانش أي مخلوق عليها، كان عبارة عن مقابر. جنب الجامعة بنصلي وبنقعد مع بعض نتسامر. بتخلصوا صلاة وتطلعوا تقعدوا هنا في القعدة الجميلة دي. جيت على أسوان أقسم بالله تمنيت إني أكون بدل غزاوي أسواني من كتر ما إحنا وإنتوا كتير بنحب بعض. شوف دي صديت عليك هدية يا عبد اهي يا ولد. ده عنب ده؟ ده عنب. ده مانجا. ده ليمون. فين الليمون؟ شجرة ليمون. كل حاجة يا جماعة هنا. في تمثال يا جماعة هنا في قلب الشوارع، بيقولوا انهم حاولوا يشيلوه كذا مرة، فكان في بيوت بتتهد. أرض المجد وأرض العزة، بلدي الغالية الحلوة غزة. عشان تعدي الجزيرة تدفع هنا 10 جنيه، تاخد المعدية من هنا بتعدي للجزيرة الناحية التانية. المعدية دي مش هتطلع، فبيقولوا لي في معدية جاية تانية. انتظار المعدية اللي هتيجي تاخدنا تودينا الناحية التانية. دول عريس وعروسة نازلين لسه من المعدية. وصلنا جزيرة أسوان. أول ما بتوصل بتقابل بقى البيوت الملونة الجميلة دي. ده كينج جامايكا. أول ما توصل بتلاقي الكافيه ده على يدك اليمين كده. الرسومات اللي بتعبر عن عادات وثقافة أهل أسوان في كل مكان وفي كل بيت، حتى السلالم. أسوان مختلفة يا جماعة، أسوان مختلفة في كل حاجة، جوها، البيوت، الفنادق، كل حاجة. أخباركم يا شباب؟ أخبار كويسين؟ إيه؟ ظاهر ده عارف الفيديو. ايوه لا صور يا معلم. بيتكسف من التصوير. ما اقدرش طالما بيتكسف من التصوير خلاص. انا صورة ايه؟ اسال ماشي. انت اسمك ايه؟ محمد. من الجزيرة؟ صور هنا يا اخي. والله؟ دي صور. جزيرة أسوان؟ جزيرة أسوان. والله؟ أشهر حاجة فيها ايه؟ أشهر حاجة التمثال اللي عند المتحف. تمثال ايه بقى؟ تمثال ثابت في الأرض. ساجد؟ ثابت في الأرض ما بيطلعش. ثابت. من زمان حاولوا يطلعوه وقع البيت. يا البيت راجل اللي جنبه. والله نروح نشوفه ده. تمام. طب هو قريب؟ لا بعيد شوية. انتوا اللي عاملين الزينة دي؟ ايوه احنا زينة رمضان. ايه الجمال ده؟ انتوا كل بتسيبوها سنة بنعملوها. لما رمضان بيخلص بتسيبوها برضه؟ ايوه بتسيبوها. حتى لون الزينة زي ما انتوا شايفين، اللون الأزرق هنا ايه؟ شائع في أسوان. كل حاجة هنا لونها أزرق، صح؟ بتحبوا انتوا اللون الأزرق؟ اوريهولك. تعالى ماشي. هتجيب أصحابك؟ الشوارع وروح أسوان في الجزيرة هنا. الجزيرة هادية وجميلة، بينزلها جست برضو. هنا في جست بينزل يتمشى في الجزيرة، فهنستكشف كده ونتمشى أنا وأنتوا كده نشوف إيه أبرز حاجة هنا. يلا يلا بينا. احلى محمد. احلى اسم احلى محمد والله. اسمه هيكل. احلى ويكا. احلى ايه؟ ويكا. هيكل. انت واخدين على ويكا. انت اسمه ويكا. شرفنا بيك والله. ايوه يا محمد وانت محترم والله. يعني مقابله صدفه بس جميله. هفرجك على كل الجزيره والله. وكمان والله ده انا محظوظ بقى. الشوارع الجميله دي والطبيعه.
يوتيوبر صح؟ ايه؟ اه اطلع قدام عشان ما اظهرش في الفيديو. لا يا عم انا عايزك تظهر، انت لا واجهه. عشان تاخد صحة. لا يا عم عادي. هنا This في way جسم. الكيلة this way. هي نوزع زبونة هنا. ماشي يلا ماشي مستنيك. اللغة الإنجليزية هنا الأطفال متعلمينها تلقائي من نفسهم لأنه بيتعاملوا مع جست كتير هنا. الطبيعة هنا في كل مكان بصراحة، دي أكتر حاجة أنا خدت بالي منها أول ما نزلت الجزيرة. ماشي أنت ساكن هنا قريب؟ ايوه. ماشي خلاص بقى اللي يجي الجزيرة خليه يقابلك بقى بعد كده. تمام ان شاء الله. شرف. ليه؟ السلام عليكم. المركب معاك؟ ايوه. بتاعتك؟ المركب هنا جزء أساسية. عند أهل أسوان لازم المركب دي أساسية. ايوه. تروح القرية برضه تصور زي كده. قرية؟ قرية النبيل. ماشي. شد من دي أنت شوية. عندك تيك توك؟ ايوه. ماشي. هبقى أخده منك بقى بعد التصوير. الزينة الجميلة. مش معلينها ليه؟ ممكن حد يقطعها. ده بيت اسمه مانجا. دي المدرسة الإعدادي الوحيدة في الجزيرة، في إعدادي وفي ابتدائي. ايوه. أحمد صابر. ثانوي بقى كده لما تكبر تروح أسوان. صحيفة اسمه أحمد صابر؟ ايوه. ده إيه؟ ده بازار تعمل هاند ميد. ده بازار ده يا جماعة. الحاجات دي كلها هاند ميد. شايلة الحاجات دي كلها هاند ميد صح؟ 600. حاجات الخوص اللي فوق دي كلها هاند ميد يا جماعة. حضرتك يا حاج اللي بتعمل الحاجات دي؟ كله ان شاء ما الله. شاء الله. السنه كلها شغالين. المكنة دي لها تاريخ من زمان. فرعونيه فرعونية؟ من الجدود. كان زمان القماش ده الفراعنه يكسوا بيه اولادهم ولا يفصلوه جلاليب. يعني كانوا بيستعملوها أيام الفراعنة؟ ايام الفراعنه دي. وهم اللي عملوه النول. يلبسوه جلاليب. هم اللي صنعوا النول ده، وكان يعمل القماش ده ويودوه الخياط ويفصل لهم جلاليب من اولادهم، يعني زي العريس ده واصغر منه. طب لسه في شباب بيتعلموا الحرفة دي دلوقتي ولا خلاص في وقفت عند سن معين؟ لا ما في يعني اللي بيطلع ياخدها وفي اللي ما ياخدهاش. الشباب اللي هي صغيرة. في يعني في حتى ما مش يروح المدرسة خالص ينزل انه يشتغل. طب حاجة كويسة ان هي الشباب الصغير اللي طالع ده بيتعلمها عشان ما تنتهيش، ما تجيش في فترة معانا وتنتهي. لا ما تنتهيش ان شاء الله ما تنتهيش. بنعقب فيها لما تودي نخر طبعا هنا الخوط دي الوان بقى معاك. كل الالوان اللي محطوطة دي. كل كورة ليها لون، في احمر وفي اخضر وفي اصفر. يعني كانوا بيستخدموا الحاجات دي القماش دي من ايام الفراعنه. في تمثال يا جماعه هنا في قلب الشوارع، بيقولوا انهم حاولوا يشيلوه كذا مره، فكان في بيوت بتتهد، فمش عارف قصته ايه.
تمثال عادي ده يا جماعه في الشارع عادي في وسط البيوت هنا. هم حاولوا يشيلوه كذا مره بس ما عرفوش. زمن كان موجود في الارض اللي انا موجود فيها دي، كان زمن مختلف تماما يا جماعه. يعني حاجه من زمن وعالم تاني تماما. ده اسمه اوساريوس. اوساريوس. ده برضه اله، يعني ده كان زمان بيتعبدوا فيه. زمان كان يقول لك الناس اللي مثلا كان في حروب وكده، الناس كلها سافرت برا، يعني القريه نفسها الناس كلها طلعت برا انها تحارب. اوساريوس ده بيقول لك اصلا كانت رجل مقطوعه، فسابوه هنا في القريه ومشوا. بعد كده يقول لك جون الناس من برا فلقوا اطفال كتيره وكده، فاوساريوس ده كان يعتبر الاب الروحي بتاعت الاطفال دي ومش عارف. ده الروايات اللي شغاله يعني ما اصلا التمثال ده زمان انا اللي فاكر احنا صغيرين التمثال ده ما كانش هنا، التمثال ده كان في اخر الشارع ده. كان قدام الباب اللي هناك ده كانوا تمثالين، هم ما كانش تمثال واحد. فهم يعني الناس بتوع البيت ساعة ما حبوا يبنوا البيت اللي من هنا راح شالوا حفروا وشالوا ده وحطوا هنا. الثاني ما قدرش يشيلوه، الثاني كان حجمه الثاني بس تحت الباب اللي هناك ده. يعني هو اصلا ممكن يكون واصل لاعماق تحت في الارض. ما هو تمثال كامل. تمثال كامل. لا ده مش كده، ده تمثال كامل. لا الله على الجمال. ده عنب ده؟ ده عنب. ده مانجا. ده ليمون. فين الليمون؟ شجرة ليمون. كل حاجة يا جماعة هنا ما شاء الله، يعني بيزرعوا. لما اعتقد ان ما فيش حاجة اللي انتم ممكن تشتروها من بره. ما شاء الله. ودايما الزير ده هنا اساسي بقى في كل مكان. كل مكان في اسوان. تسلم. تسلم ربنا يخليك. والله الزير ده احلى شوية ميه بشربه من الزير ده. ربنا معاك. ربنا معاك يا رب. تسلم. ده برسيم؟ بس عشان الظل ايه مغشوشه شويه عشان الشمس ما فيهاش فيها شمس يعني. في برسيم نوع تاني؟ لا في برسيم بلدي وفي حجازي اصلا. مختلفين عن بعض؟ مختلفين عن صح؟ بعض. يبقى التاني ده اللي انا بقول لك عليه. لا التاني ده بيقعد مثلا فتره الشتاء بس. ايوه ده صيف وشتاء ده. هنا اكتر زرعه اساسيه البرسيم. برسيم بصل على اكتر حاجه بصل وليمون وعنب ومانجا. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يخليك. تحبوا انتوا القعده الجميله دي بقى؟ اصحاب اصلا؟ قرايب. دايما ما شاء الله بقى القعده الجميله دي والهدوء بيبقى جنب الجامعه بنصلي وبنقعد مع بعض بنتسامر. بتخلصوا صلاه وتطلعوا تقعدوا هنا في القعده الجميله دي. هدوء مختصر عن العك بتاع الاسوان. الجزيره تحس انها كده منفصله كده لوحدها. هنا الزراعه طبعا هنا الاساسيه. لا كانت اكثر من كده كمان. الزراعه كانت اكتر من كده؟ كانت الجزيره دي 90% كانت زراعه. الشجره دي على ما اعتقد سنين. الشجره اللي هي ورا دي. ده فوق ال 50 سنه 100 سنه. ده على ما اعتقد انها اكتر من معديه ال 100 سنه كمان. ممكن 100 سنه. الجزيره زمان انت لما تشوف الصور القديمه الفيديوهات القديمه هتلاقي الجزيره دي من الناحيه الغربيه على النيل كله نخيل من اول الجزيره لغايه اخر الجزيره. الناحيه الشرقيه كله نخيل كان من اول الجزيره لاخر الجزيره. الوسط ده بيبقى زراعه كانت لها تقسيمه معينه كلها زراعه. وطبعا قبل
الطرمبات قبل ما تخش الميكانيكا يعني كانوا بيحفروا بير، انت هتلاقي فيها ابار موجوده ما زالت موجوده. كان بيركبوا عليه ساقيه بيسقوا بالسواقي، تنزل بالحبل تجيب الميه وتطلع من البير. الساقيه وبيعملوا له عين لغايه البحر، عين قبل كده تحت من تحت خالص بيبقى ليه عين مجرى ليها من تحت لوحدها واصل لغايه البحر. الميه بتخش بيه تجي في الترعه، الساقيه متركب عليها ايه، يرفع بقى الميه ايه 24 ساعه بقى الساقيه شغاله. يعني الساقيه ممكن تسقي المنطقه دي كلها. كل واحد بقى ايه يجيب عاملين مواعيد، كل واحد يجيب البقره بتاعته في الميعاد بتاعه، يربط على الساقيه ويشغل عشان يسقي الزرع بتاعه. يعني مش بقره مشتركه يشغل الساقيه، كل واحد كان بيبقى ليه وقت محدد بتاعه. طول ال 24 ساعه شغال الساقيه. دي الشوارع اللي هي موجوده في الجزيره. اغلب البيوت يا جماعه البيوت اللي هي من الطين. شوفوا مساحه الشارع عامل ازاي. كل الشوارع اغلب الشوارع هنا نفس المساحه دي، والبيوت اللي هي بالطوب اللبن، الطوب اللي هي من الطين. البيوت دي حد عايش فيها ولا خلاص؟ لا انقرضت. لو دخلتها جول، لو انت صديتها ليك كده ماشي؟ ماشي. بص تعرف تصد دي؟ لو صديت عليك هديه يا عبد الفتاح. اهي يا ولد. اسمك ايه؟ مريم. وانتي؟ حلا. طبعا يا جماعه التسريحه بتاعت البنات هنا ده من الضفيره، فتسريحه مختلفه عن اي مكان. نشوفك قبل ما نمشي من الجزيره. ازيك يا حاجه؟ عامله ايه؟ كويس. ربنا يخليك. استنى بقى. والله الناس هنا بتقول عليك يا حضرتك ان انت روحك حلوه وبتحب الناس، فقلت اسلم عليك قبل ما امشي بقى. ربنا يخليك. احفادك دول؟ دي حفيد كل البلد احفادي ما شاء الله. الناس هنا كلها بتحبك. ايوه كل العيال احفادي. انا اصلا عضوه في الاتحاد النوبي فبحل مشاكل النوبيين كمان. الاتحاد النوبي ده عند بنك الدم. ما شاء الله. حضرتك كده بقالك بقى كام سنه في الجزيره دي؟ انا كنت تربيه صحاري. يعني ايه؟ يعني كنت اتولدت في صحاري وتربيت في صحاري، فالعادات والتقاليد ان انا اتجوز ابن عمتي. دي العادات والتقاليد بتاعتكم. بس جدي كان مصمم يعني، فاتجوزت. انا كنت في الثانوي والازهر وما كملتش طبعا، واتجوزت وجيت وقعدت هنا بقى في بيت حمايه، يعني حمايه اللي بني عميد جوزي. وبعد كده قعدت بقى اكتر من 35 سنه، والسنه فاتت جوزي توفى. ربنا يرحمه يا رب. ربنا يرحمه. ده ايه؟ دي 1 يورو ده. ايه؟ 1 يورو؟ ما شاء الله. انا بحسبه جنيه مصري. قالتك بتقولي له هات 1 كنز، فانا قلت كنز هنا بجنيه. احنا عندنا ترابيزه صغيره عند المكتب بنبيع فيها الحاجات. والله. يعني هنا بتشتروا ده يورو. بتشتروه بيه عادي هنا. بنغيره ب 60 جنيه وبعد كده بنشتري. بس هنا صحيح المحل بياخد اليورو ده عادي يعني. زي ما انتي زي ما انتي. زي ما انتي. سلام يا زنوبي. سلام هاتلنا شوكولاته معاك. هي كانت جزيرة لحد سنة 1902 ما كانش في حد عليها، ما كانش أي مخلوق عليها. كان عبارة عن مقابر فرعونية ورومانية وبتاع والكلام ده. جو بقى أهل بقى الناس بقى جم لما
في التهجير في نص مننا نزل في الشلال ونص راح بعض الكومومبو، واحنا جينا بقى استقرينا كام؟ سنة 1992 بناية الخزانة، ما احنا كلنا كنا فوق هناك. كانت في البيوت اللي هي كان المنسوب بتاعها واطي. ايوه. فطبعا جينا هنا واستقرينا بقى في الجزيرة، بقينا 7 قبائل، بس أكبر قبيلة اللي هي قبيلة العباسيين اللي هم الحجاج. أكبر قبيلة هنا في الجزيرة؟ الحجاج. أكبر قبيلة يعني اللي هم إيه، الكناب، اللناب كده. أصلا يعني إيه 7 حضارات على الأرض دي، بدليل إن الألمان بنين بيوت هناك استراحة وقاعدين فيها. بعثة ألمانية، في بعثة سويسرية، بينقبوا في المتحف في الآثار، بيطلعوا يعني المتحف المصري كله اللي هناك في مصر كله من البلانتين، والمتحف النوبي اللي هو عند جبل توكوك ده برضه كل الآثار دي تبع أجدادنا. أنا بقى ملاحظ إن هنا البنات دايما لهم تسريحة معينة اللي هي الضفيرة. هو عشان يطول الشعر بس. بس دايما هنا يعتبر الجزيرة دي نوبية. أيوة. فدايما التسريحة دي مشهورة في القرى النوبية. لأن بتطول الشعر وبتدلها، وبعدين نفرتيتي، انت لو بصيت لعيال احفادنا هتلاقيهم عينيهم زي نفرتيتي، وشعرهم برضو ايه في شويه كده زي حبشبشوت شعر. ضروري تعالى. احلى حلا. تعالى خد. دي اسمها ايه؟ رورو. ماشي يا رورو. نادي لهم اللي هم كانوا معاكم. انتهي مريم. لا خد. اللي كانت معاكي الصغيره فين؟ لسه في واحده رابعه. مشيت؟ ماشي، دي بتاعتها خليها معاكي. ماشي. ماشي والله. احلى ناس اهل غزه. احنا بنحبكم والله. انا بدات اصور لما انت قلت لي انت من غزه. والله انا لما جيت على اسوان اقسم بالله تمنيت اني اكون بدل غزاوي اسواني من كتر ما احنا وانتوا كتير بنحب بعض. احنا عاداتنا اصلا نفس العادات. جيت انا بحسبك صعيدي والله. ما انا بقول لك انت لما كنتش قلت لي غزاوي كنت اقول لك انت صعيدي. انا بقول لك انا كنت جاي لابس زيك. اول ما دخلت البلد وشفت انه الناس كده بتستقبلني غيرت اللبس بتاعي ولبست زيك. يا سلام والله العظيم. يا سلام على الجمال. كل الحب لكم. لا والله احنا اللي بنحبكم والله ونفسنا ان انتوا تبقوا في احسن حال. يا رب يا والله رب. ده حقيقه يعني. والله دايما هيك يا رب يا رب ربنا يسعدكم. وتيجوا علينا اللهم امين اللهم امين. عندكم غدا وتتعشوا عندنا وفرج الله قريب ان شاء الله يا رب. وبرضه بعمل محتوى خفيف، بس انا كنت بغزه بجمع الاطفال وبعمل لهم ورش عمل بالموسيقى وبفرغ الطاقه من الحروب اللي بتصير في معاهم السلبيه بحاجات ايجابيه، وبعلمهم اغاني ونشيد صوفيه. حتى كنت بدرسهم اغاني لعبد الوهاب وام كلثوم ما شاء الله وعبد الحليم. يا رب يعني ان شاء الله راح تتحقق انك انت تروح على غزه، وبتمنى لك انك انت تدخل غزه باذن الله. وده هديه مني ليك. هديه؟ ايوه ده كله هديه. بصراحة والله لا بجد من أجمل الهدايا والله، ومن أغلى الهدايا اللي هتبقى عندي. يعتبر من أغلى الهدايا وعز الهدايا على قلبي. فأشوفك على خير إن شاء الله، وربنا يديكي الصحة وطولة العمر. حضرتك اسمك ايه؟ أنا هعزف لك حاجة هذه. ماشي يا سلام. ما عرفتش اسمك؟ فارس بقى يعزف لنا حاجة على اسم حفيدي؟ ما انا سميت ابني الله على الصدفة الجميلة على مؤسسة فارس الشهم اللي دخل. ما شاء الله. اهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق تلوم عليا. مصر يا ام العجايب شعبك اصيل والخصم عايب. مصر يا ام العجايب شعبك اصيل والخصم عايب.
خلوا بالكم من الحبايب دول أنصار القضية. أهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق تلوم عليا. الله عليك. حبيبي الله عليك يا فارس. حبيبي يا ايه الجمال وايه الروعه دي. الله يخليك والله بجد انا محظوظ ان انا قابلتك والله. والله وانا اكتر والله العظيم. انا حبيبي يا فارس، انا اتشرفت بيك واشوفك ان شاء الله على خير باذن الله. بس نصيحه مني استمر، وانت احساسك عالي وجامد. ادخل على صفحتي على الانستغرام انت وجمهورك، اسمها فارس سول 2 FARESSOL 2، وهتشوفوا كل ابداعاتي وابداعات اطفال غزه على الانستغرام عندي في الفيديو. باذن الله يا جماعه تابعوا فارس، من الشخصيات المحترمه اللي انا كان ليا الشرف ان انا قابلتهم دلوقتي، وباذن الله اشوفك على خير. حبيبي باذن الله. سلامات. حبيبي يا فارس. السلام عليكم. السلام. ده يعتبر احسن ختام للفيديو. دلوقتي احنا وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب اشوف غزه في احسن حال، وان شاء الله فرج الله قريب باذن الله. ما تنسوش المتابعه يا جماعه على فيسبوك، لو انت بتتابعنا على يوتيوب ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبلدي غزه يا غزه، بلدي غزه يا غزه، ارض المجد وارض العزه.